خليني النهارده اخدكم جولة في واحد من اهم الكومباوند اللي موجود في التجمع الخامس، ماونتن فيو اي سيتي. احنا دلوقتي في المرحلة الاولى للكومباوند، مرحلة اسمها كلاب بارك. الكومباوند بشكل عام معمول على مساحة 500 فدان. المرحلة الاولى بس حوالي 120 فدان. مرحلة اسمها كلاب بارك معمولة بديزاين المودرن. طبعا احنا كده ماشيين في الشارع او الشوارع الداخلية للكومباوند، والجزء اللي احنا داخلين عليه ده اللي هو البوابة او الجيت. اول جيت اتعملت بيكون فيها منطقة كده زي لاونج، وده المدخل الرئيسي بتاعها اللي داخل الكومباوند. على شمالنا السيلز اوفيس، وعلى يميننا وشمالنا طبعا تشجير والعمارات شكلها مودرن. الجزء الداخلي طبعا الحياة بدأت بالفعل في الكومباوند. الجزء اللي على الشمال فيه سوبر ماركت واي تي ام، وده مسجد اللي على شمالنا. وبنكمل في الشوارع. طبعا المنطقة زي ما انتم شايفين هي اوريدي سكنت وعاشت بالفعل بقالهم 3 سنين. الواجهات بالكامل مودرن زي ما احنا شايفين، والشوارع تعتبر واسعة، تشجير إلى حد ما كويس. وطبعا هنستعرض معاكم بقية الكومباوند. هنلاقي على شمالنا ويمنا عربيات تشجير على الناحيتين، الواجهات مودرن. المداخل الخشبية دي أو الجيت الخشبية دي بتدخلنا المنطقة اللي فيها الكورت بتاعت كل كلاستر. الكورت ده بيكون فيه كيدز اريا وزي ووتر فيتشر كده كفيو لليونتس اللي موجودة. وطبعا تحت اليونت بيكون فيه اندر جراوند باركنج. طبعا هنشوفه برضو دلوقتي، هنشوف النازلة شكلها ايه بتاعت الكومباوند والتفاصيل بتاعتها. احنا كده نازلين نزلة الباركنج. تعتبر مريحة وواسعة جدا، مفيش مشاكل في الجزئية دي خالص. ده شكل الباركنج. برضو الباكية إلى حد ما الباكيات الموجودة واسعة، وهي بتبقى معمولة على مساحة كل كلاستر من العمارات، فهتلاقي المساحة كبيرة لكن مش معمولة على مساحة المرحلة بالكامل. بس دي من المراحل القليلة جوه الكومباوند اللي فيها اندر جراوند باركنج. تمام. ده كده شكل النادي برضو هنستعرضه معاكم. ده جزء كده مسمينه الكورنيش. الكورنيش ده مكان للتمشية، بينزلنا على منطقة فيها لاونج. وعلى يميننا وشمالنا طبعا الديزاينز بتاع ماونتن فيو، كان تايب كده اسمه شاليه فيلا. والجزء اللي هو الكورنيش والنادي طبعا هنستعرض برضو النادي دلوقتي، والديزاين اللي الناس بتحبه الماونتن فيو. ده كده الجزء اللي فيه النادي على مساحة 7 فدان. النادي أغلب المراحل اللي فيه يعتبر خلصت، لسه شغالين بس في مرحلة البول، ويعتبر برضو خلصت، هتشتغل قريب جدا وشغالين في الجيم. دي منطقة اللاونج، بيكون فيه زي منطقة فيها كافيه وفيها قعدات. لو انت عندك ضيوف او حاجة تقدر انت تستعمل المنطقة دي، وبيكون فيها ميتنج روم، بيكون فيها مصلى كمان. دي كده منطقة بيكون فيها كيوسكس للناس تقعد فيها او تطلب حاجات منها. وعلى شمالنا بيكون فيه شاشة، وبيكون فيه منطقة الناس تقعد فيها وتسهر فيها. ده كده احنا بنتمشى جوه النادي بتاع الكومباوند. دي المنطقة اللي فيها الملاعب. هنلاقي ملاعب تنس ومنطقة فيها ملاعب بدل. كل ده شغال دلوقتي بالشكل ده. وطبعا هو النادي معمول على زي مجموعة مصاطب، فبالتالي العمارات اللي فوق بتبقى كاشفة النادي كله، وبيكون الشكل يعني مش روتيني، فالناس ممكن عينك ما تزهقش من المكان. ده تراك للمشي وفي نفس الوقت فيه الملاعب. احنا كده نزلنا تحت، في 4 ملاعب للتنس، وفي ملعبين للبادل، وطبعا في برضو ملعبين كرة القدم، وحواليهم تراك كبير زي ما انتم شايفين. طبعا احنا كده طلعنا تاني. ده برضو منطقة فيها تراك وملاعب التنس، وكده احنا بنتمشى على منطقة اللي فيها الكورنيش بتاعة الكومباوند. طبعا الكومباوند فيه شقق متاحة استلام فوري، بتكون تقسيط على 8 سنين. وفي كمان طبعا ريسيل موجود في المنطقة او في الكومباوند. ودي منطقة كورنيش، بيسموها كورنيش. دي منطقة بتكون فيها قعدات بص على النادي، كشف النادي من فوق.
فيها قعدات وفيها ان انت ممكن تتمشى طبعا فيها، تبقى ظريفة قوي كمان بالاضاءة الليلية بتاعتها بتبقى كويسة قوي. وتحت بيكون في خدمات بقى كيوسكس وكل الملاعب اللي موجودة. كمان دي منطقة الكورت من جوه، لكن انا صورته بالليل فممكن يكون الاضاءة مش احسن حاجة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا منه.